أغاني نزلت جديد على النيل سات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم ياسر حمد الله من قناة تي في. النهاردة معنا موضوع جديد وشرح جديد وقناة جديدة نزلت على النيل سات. عشان تعرف طريقة تنزيل القناة وإضافة التردد بالشكل الصحيح، تابع معنا الشرح حتى النهاية، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناة دعمنا بالاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو حصري وجديد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله خطوات تنزيل القناة. من الريموت كنترول تضغط زر القائمة الرئيسية منيو، وتجيب أمر التركيب أو أمر التكوين على حسب البرمجة والأوبشن الخاص بالرسيفر بتاعك، وتضغط أوكي. أول ما تخش على قائمة التركيب هتنزل على حاجة اسمها قائمة الترددات أو أمر قائمة الترددات، وتضغط أوكي. أول ما تخش على قائمة الترددات هتلاقيها معاك بالشكل دي في أغلب جميع أنواع الرسيفر. القائمة بتكون اسم القمر من فوق نايل سات، ومن تحت الترددات الخاصة بالقمر. في آخر القائمة فيه 4 أوامر رئيسية، دي الأوامر اللي انت هتشتغل بيها عشان تعمل إضافة أو تعمل بحث عن تردد موجود عندك. الأوامر دي هي إضافة، تحرير، شطب، بحث. الأوامر دي بتختلف من رسيفر للتاني، والألوان بتاعتها بتختلف من رسيفر للتاني، بتكون على حسب البرمجة والسوفت الخاص بالرسيفر. تضغط على زر الإضافة. أول ما تضغط على زر الإضافة هتلاقيها جات معاك بالشكل دي: التردد، معدل الترميز، الاستقطاب. دي البيانات اللي انت عايزها عشان تعمل إضافة للتردد. أول حاجة هتيجي على التردد وتكتب التردد دي 11641 11641. معدل الترميز 27500. الاستقطاب حرف الاتش يعني افقي، وتضغط اوكي. هنا بيقول لك التردد موجود بالفعل. معنى الكلام ده انه التردد موجود بالفعل عندك في قائمة الترددات، ودايركت الريسيفر هياخدك على التردد. اول ما تلاقي نفسك واقف على التردد تضغط اوكي على التردد، هتظهر معاك علامة صح بالشكل دي. اول ما تظهر علامة الصح تضغط على زر البحث. أول ما تضغط على زر البحث هتظهر معاك قائمة البحث. القائمة دي فيها بحث الشبكة، هتخليه مغلق عشان ما يعملش بحث في جميع الترددات وياخد معاك وقت. هتروح على نوع القناة هتخليه مجاني عشان ما يعملش بحث في جميع القنوات وينزل لك القنوات المشفرة، وتضغط أوكي. يبدأ الرسيفر يعمل عملية بحث عن جميع القنوات، وأول ما يخلص الرسيفر بحث هيجي لك رسالة زي كده مكتوب حفظ نتيجة البحث. هتنزل على كلمة نعم وتضغط أوكي. وبكده يكون احنا عملنا إضافة للتردد وعملنا تنزيل لجميع القنوات الموجودة على التردد. نشوف مع بعض القناة اللي احنا عاوزينها. هذه القناة نزلت بدون أي مشاكل، قناة ترند شعبي على القمر المصري نايل سات. القناة تعتبر من القنوات الجديدة على النايل سات 301، والقناة تعمل بتقنية الاس دي على تردد 11640 على 27500 حرف الاتش أو أفقي. القناة زي ما قلنا تعمل بتقنية الاس دي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، شرح النهاردة خلص. انتظرونا بكل حصري وجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.